مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. خبر مفاجئ وصادم للمغاربة: زيادة في أسعار الماء والكهرباء. لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أعلنت الشركة المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء الزيادة في أسعار الفواتير وبشكل تدريجي ابتداء من شهر يناير الجاري من سنة 2024 إلى سنة 2026 بحسب ما جاء في قانون مالية السنة الجارية. وحسب ما جاء في إعلان الشركة سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية البالغة 14% الجاري بها العمل السنة المنصرمة إلى 16% ابتداء من فاتح يناير الجاري، وسيتم رفعها إلى 18% في فاتح يناير 2025 ثم ستصل إلى 20% في فاتح يناير 2026. وبالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب وكذلك خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء الموجه للاستعمالات غير المنزلية سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10% عوض 7% التي كانت محددة في السابق.